بالنهايه احنا نتحدث عن احزاب سياسيه، ما جاي نحكي عن الناس بعقائدها. انا انتمي لعقيده معينه دينيه محترمه وافتخر بها وامارس طقوسي في عقيدتي، وهاي الحريه في ممارستي لطقوسي. لكن عندما اتكلم عن فكر اداره دوله وبالمتبنيات كحزب سياسي او كتحالف سياسي، اتحدث بالليبراليه، بعلمانيه، بديمقراطيه، بمدنيه. ما يصح ان اسمي حزبي او التحالف تحالف شيعي او تحالف سني او تحالف كردي. يعني قصدك التحالف اللي عنده خلفيه دينيه ما يقدر يدير دوله؟ ولا السنيه هي فكر لاداره الدوله، سيد ولا مشرق الكرديه هي فكر لاداره الدوله. سيد مشرق، التحالف اللي عنده خلفيه دينيه او عنده عقيده معينه ما يقدر يدير دوله؟ لا لازم يسمي فكر اداره الدوله مالته. لذلك هم شوفي باعي الصبغه الغالبه، ليس مثلا مشرق يقول انا الصبغه الغالبه ليبرالي علماني مثلا، عند مشرق مو الصفه الغالبه هو الشيعي. هاي الاحزاب البقيه الصفه الغالبه شيعيتها اكبر من فكرها في اداره الدوله. فهيك خلينا نفسر الامور. احنا ما جاي نعترض على منو شيعي ومنو سني ومنو كردي، كل من عندنا يفتخر بعقيدته ونمارس طقوسنا بشكل واضح. لكن اليوم نتحدث عن حزب سياسي، اتحدث يا حزب سياسي باي فكر انت، شو راح تدير الدوله، باي طريقه اداره الدوله، شنو المتبنيات اللي تتبناها، هاي الفكره. فهي مو قصه احنا ندخلها سنه وشيعه، اذا دخلناها سنه وشيعه لازم الناس هاي بالجوامع تحكي بيها، مو هنا.